أميرة مبارك عيسو من بغداد شقلتة بكرمش. من زوروثي كجبوالي أني من ديانة شغلات خياطة ورسم وأعمال يدوية من ابتدائية كم شركة ومعارض، وكدروي لي كم أجبالي خياطة بشحيل من رسم، فكان مستمرة الحمد لله هالدها. مزوروثان خياطة وخافي ميسون دناشي وكجبوالي خياطة خيرا وإلا حدخ فصلة ودخ خياطة، وكدروي لي هم أنا كم أجبالي هذه شغلة كدزلنا النازحين كم طلبيه ناشي مني خياطة حجات الماثة الدائر على التراث، فبديلي بخياطة أول بداية لفوالي ماكينة نعمة حتى خط لي 3 أزياء بإيدي، بعدين مستمرة زلنا ماكينة ومن دايمة وإلي تجو أخني خياطة حجات شقطة وزبن دغديداي وتكرم شاي. طبعا هذا شو لدى خياطة كل تطريس يدوي، شالوات بالنسبة لشال بغدادي وشال بكرم شاي، وأني ورارة الذهب أني ورارة الدهينة خافي بإثاثة الطاقة العراق ودلن دا غديداي ودا كرم شاي أني ورارة قلوشيه بس بسعاني. بالنسبة للابي التطريس شالوات قميثة بغدادي قلتلي يعني من الثمانينات شالوات، وتطريزة لياوة مال تطريز الدها كنا مغير حيل نقشات قاوة، فأنا كنت رزنوا حسب ما دقفة بشال بغداد قميثة ورد خقة هذا من ديانة دا مطورهم وإلها خن رسمات، يعني أكيد كل من ديك مغاير يعني، بس أنا رسمات قميثة كايو بش حلوية وبش زوري. بالنسبة للشال خامتح يعني أي سقرت سقاري له، فإثوى خواقت لبش ولا أبدك جي لخوا قماش مثلا تشابه لك كبديل، يعني قماش مربعات تاوي كومة وسموقة ولازم تاوي أني ألوان، بس ولدها الحمد لله ببغدادك سقري شالوات ودير هذه مهنة وليخك معانخ يعني مو بلها قذابك وذي لني الشال. بالنسبة لرسومات الشالوات يعني هي ضمير يعني أي رسمة زورتها بش اخترتين رسمات رابط، وكمطولة حيل لأن شغلات يدوية أنا كمطولي حيل بتطريس وكل من دي حشويلة وما قدكويا نقشة محشيثة عدل بلطة بش اخترتها. بالنسبة للخياطة يعني خيطة حجاثة كرم شاي دغديداي ولا بس يعني بس انشي حتى تقورة كميلة مقطع أو زبن وده أطفالهم خيطة دقيال ودمناثة. ليس اختلاف حيل بينث يعني بالنسبة لحجاثة دغديداي وكرم شاي مجرد بيدثت دغديداي مثلثي لا وبيدثت آخذ كرم شاي إيه بعض مخمين دي كمريل السوسكياثة. هذا الاختلاف ولا طلطني تروثني كمكوني مطلف قطع شقتيلا وصبني لدكميل قبايا وفرمنة أنا طلف قطع أساسينا كثير هبرية وريشة لو كاو قنجة لو ريشة كرم شاي. هذه اللي زيك مكون مدادة من دي والشال لو كاو مشوذة لو شال منقشة لو شال كتوة أخنيها من بغداد يعني تتيت اللف بصمات الشالاوات وآخر يثلث بصمات. أنا دائما كمشجعة مناثة انشد إن التوقت يعني دائما نستمر بهذه شغلة لما يعني دلزالة ودلنا شغلة تطريس حيل بسيميل وخياطة حجات التراثية حيل بسيميل ما قد أرخ هذا من دي دلنا شيء ما قد أجيال تقيمي. أنا بالنسبة لي دائما يعني آخر كان طلبا دوذي لي غضا دورات ألوب التطريس أو خياطة آخر بالنسبة للكرمش يعني كاجب لي هذا من ديان المولبن. بالنسبة لغديداي تلان قنجة كذا ندو ذاي عدل وطلث قطعيله وآخر ريشة كرم شاي تقريبا يعني لبش منه بس الحمد لله يلب لي واضح كسراي ريشة كرم شاي حيل ناشي موصيلي وأكثرين الناس يعني كاوي يعني مغتربين موصي اتلنخا قطعة بقاوح الليلة موجودة كمريلة كسروان، فأنا دايما اكدك الزالان كم بقران يعني حتى من القش كزن وماثخ كسراي على ريشة هذا الموجود آخر حيل اختيرة من دي حجاثة كرم شاي آخر كميه جلة ريشة المميز. وأخني بالنسبة إلنا بغداد شال وقنجة أنا مميزين هنا يعني ودوبارة. أما دك مطرزخ وشالاوات يعني مخ هذا الشال بحرب إيرانيا وفتح فكايوا وقت تحزن وهذا أما دك حصلوا خخلولا كثي والبالن دو خقة بقاوي حتى يخترته واضح طبعا يعني ذكريات اختير بهذا الشال شدي ووقت حزين ومقلب أخوة من دي بالعكس يعني كتطريز وهذا خمديان ورد دائما والوان زاهيه لك الوان زاهيه حلب شال لك واختيره. بالنسبه للشالاوات ناخو او بغداد ايث الشالاوات منقش المناسباتنا
وإيث شالاوات لك يوم ترزي أنا بيماثل شو لقلوشي. بالنسبة لهذه شغلة التراثيات كاجب لي تأيث خدعم يعني ما خد أنا من ديانة دلزله بيشي ضبيعة بذاكر داني أجيال دينا قيمي الملبق دورات وتقيميها من هي البي ودائما دلوشيه وخاصة ده بمناسبات مش حيل بش قلوشيه يعني دير هذا مندي فلقى عاجب لنا الناشي هناشي ما قد مستمر يدغني ميري إيجاها إمديت له وقت إمديت له واهس حيل بس يمنع أني شغلات ديال بله. بالنسبة أنا لهذه خياطة هذه مهنتي دائما موصلي إلا ناشي خارج أكثر شيء فبس معاني أنهو أنا معانا مخمدي شغلة توصيل يعني تبيشة فكمنوني وتأثوى خدمة توصيل من داخل من بغداد هذا قروتة معاني كزله هو الأربل وديت جيلي فهذا مندي إن كأثوى بغداد بتوع بش سهولة أمطويها يعني أنا ده حاليا قلت لي 9 بدلات دخ عرسنا تا أمريكا فممطيلا نخمش وبعد إيث أربق بعد كنا بقري إما تخلصي موبليه عن طريق وقت بش قلة فكيو بقى بقري إن إيث آخر بغداد. بالنسبة لنا شغلات التراثية يعني دائما لك سمخي لغذا دكثة دائما كيبت حداثة يعني مثلا أخا ورارة 3 بقميثة دها كموضخة وكل من دقيق بالتجديد دائما كثير حيل جماعات يعني كم بقري لي دمطرزن شالاوات فك أنهك حاكي لي كمي إيث التطريز جاهز فدائما كان فضلي تطريز يدوي مطرزة بإيذا عن آوة جاهز صح آوة كان باين اختيرة ونقشاته عدل وهذا بس تطريز يدوي مختلف كل طعنا ناقشنا ناشف شال إيبا معناته يعني آية كماكينة لا هذا شغل يدوي دائما كان فضلي شغل يدوي الماكينة دائما تطريز بقميثة أهوى مختصرة يعني كخجلة أو ورد أو شغلات بسيطة من يعني من طبيعة كوا خضر الناشي انشي ببساطة فدائما ضميري يتجدد بشغلة دها رسمة خبشال شغلات يعني متعلقة كخارطة كإيتا كيسوع كمغارة لا أي من دي يعني باش قدر أخب بشال من دي شغلات حديثة وخاثنة كل وقت يعني بوقت حيلها ماذا من دي. بالنسبة لي ما كذا قصة برسم يعني هم سعداء لهذه الشغلة برسامة القماش هم كونن قلبية يعني غير هذا تطريس الشال وقلبية تتلم ترزب بس وذو أنا ما عرفت تمشي عقلية حلو رسم يعني مكاو القماش أو الورقة خدك هذا بقاوح كم سهل هذا أمر فكاجيب لي دايما بصمات دينا اللوحات الدريهب نقشات تخن من ديان كاود لي مخ موضوع الشنط همنا شنط ودلي 4-5 بخم عرض دات لي غضب فضلت منها. بالنسبة للمعارض دي مشاركة بجوها مشاركنا بأربيل يوم دي أخوانا زحين كنت رجعنا نآخب بغداد وبرط لحتى أكثر شيء كم زبنا أخوة تامة شغلات يعني إشارات دخلوا لنا وحتى حجاثة بس لا تراثيات بش حيلك يعني شقليها رغبيها معرض ماربولس لت لفترة يعني مشورك والي بقاوح حيلك مأجبيها أني لعابات دكوذة أني دها بالنسبة لأني لعابات توصينا تروثني هلينا دغدالي توصينا يعني ناشي مصي إليها. بالنسبة لهذا الشال دميري دك مترزخ له هذا من الثمانيناتي له كرسمخ وهذا رسمات زور بقاوح وحسب وقت يعني خقة وردة لثوة بعدين تفاصيل دك رسمخ ده حاليا يعني وكخامته قديمة جدا إلى يعني هذا سقرت قميثي هذا كميل ببغداد الشال منقشة وهم ثوالا ببغداد الشال شؤوثة وشال كوما شال كوما كاو يعني هم منقشة بش حيل بعد مليا خلاص يعني كاو ولا كاي بشوط كاو نقشاتح بش حيل وشال شؤوثة لا لك منقشي ولا هم قلوشي ولا المناسبات أنا 3 شالات اتوالا ببغداد. بالنسبة لآخا أيدها كملكانة زورتا حجاثة كرم شاينة هذا كمريلة مشودة إذا بعثناش يعني
موصلي مخمار اسمن كاجب من ديانة مثلا كاجب بشال بختل وش تشقته وزبون هذا حجاز هذا كميل مشوذة هذا كميل الشال دغدميري 3 قطع مكاون وهذه شغلة بين بغداد الكرمش بيداثة هذه شغلة يعني هذا اختلاف بقاوح قصة زوري الاختلاف فرمنة وزبن وشقته. بالنسبة لورارة أي مدينة شغلة دا سعانين دايما كايبة يسوع يعني جاء أورشليم كآذى رسم وهم قورة وبختل ويش حجة شقته زبن قربانة إيتا خارطة العراق بشك رسمخ يعني ما دك أجيب بالنسبة لهذا وقت آخا كانوا إشارات إما دك لي مجال يعني هم إشارات كوذن كاتخا قصة وقت كوذن هذا إشارات. بالنسبة لآخر شالة كرمش هم 3 أشكالتي كمريل شالة كتوة وهذا شال عادي في شالة كتوة وشال عادي ومشودة. بالنسبة للشالات كايم طرز التطريس. بالنسبة للمشودة هذه لا تحشي له كويا هذا شال بغداد كونا محشي في حاشي هم قرص ما خبقاح ما دكاجب لان يعني. بالنسبة لهذا ريشة كرمشاي دغدميري إيجاها أي كسروان يعني بشلا ليث من نح فنقلاثة خازخ قماش شابه له كبديل يعني أو إشار كمكاون حيل من ديانة طاسة أني فرنتية هذه كسروان دغدميري هذه شرابلة أني عبكة أني جوجة آخر كمريه فرنتية فهذا شغلة كمطاول يعني صارت ريشة وأنا كم يلبادي شغلة وده كان كسران ريشوات آخر دايما موصلي إلا آخر ناشط خارج آخر إتلن ملكانة حجاثة بغداد كم كوني من قنجة ودبارة وفرنتية آخر جرجر وهذا كميل خاموك دغدميري هم 3 قطع كم بينا يعني العفو 3 قطع كم كاون شقتيلة وزبن وفرمنة وآخا كوذخ حزام يعني مثلا كمريل زنارة وشال منقشة تغدمير إيجاها يعني نقلاتها كاجبلي خن مديان غير خياطة وهذا يعني كوذخ هذا مديان دا معارض ما دك كاجبله التوالي تنتي 3 شنط غير نقشات يعني. بالنسبة لمدكوذن زي كم كملخ هذا من دي دا زنارة كوذخ لباي طريقة وأني قطع يعني زبنوات هنا فرمني شقته أخذت لي تتيل عبد تكورة وبختة تغدميرا هذه ورارة ياخدها كوذخ لباني مناسبات سعانين هذه بالنسبة لريحة كرمشاي هذا كبداية دهين بدين بخنا ريشة خاثيلة أنا بداية تفصيل دي دح بعد أخلي باي طريقة وبعدين نمل بشخلة هذه كبداية له. هذا قنجة دغديداي بدين قنجة بدايتح هذه قاعدة له بعدين خاموك بعدين دبارة كمكاون قنجة بغداد من داين 3 قطع أنا كمكملي زيت بغداد أخذت لي لكن مقتصر يعني خياطة حجات انشي بس أخذت لي كمريل مقطع تقوله هذا قميثل هذا بالنسبة للحكاية يعني باليوس صغيرة صقارة فأخني كبديل غزينا هذا قماش شابه باليوس.
بالنسبة لموضوع دراسة قشيوة لي أخوني سهيل قراسم ببيتك كم أجبالي شغلة مجرب لي نقلة زرتين وكم أجبالي مدرسة إلى معلمات كذا درسمت اختيرة مستمر لي بهذه شغلة كما أجيب لي رسم وقرسم يعني لوحات بسيطة كنت أغزيلي أخوني سهيل قراسم شقلوا لي منح ألوان مائية وقربت لي بغضة وراقة كم رسمة دغدتي لي بس قاعدة كم خازيلة أخوني مير حيل اخترتي لا يعني كم شاجعنا خلال الموضوع أو كذا دراسة مش طول مني وحتى إيمان كذا درسمة بالنسبة للوحات دي أنا رسمتها أثوري قمتها لوحات زيتية ومائية بس ده بدلها ألوان أكريليك ورسم بالرصاص فأني شغلات ده دي أنا رسمتها أني ألوان أكريليك هنا وقتلي لوحات بالرصاص فحم بالنسبة لكثاوة الخواطر أنا همك عاجب لي شعر هم اللي كانت لي مجال كثوة قلت لي كثاوة إيه بحيل مديان يعني مدونة بس دايما لقنا شريه بيني بين روخي له دفتر موجود كاجب لي كثوة عن حالة فرح عن حزن أنا مديان